خاف على عمره. انا سمعت كلمه دوامه وانا في البحر، حد بيقول لي ارجعي اصل في دوامه، انت لو مكتوب لك عمر هتموت، دي موتك خلصت. انا قلت خلاص انا ميته، انا قلت كده كده ميته، بس هنقذهم وبعد كده خلاص. ده احساسي وانا في قلب الميه. بس طبعا ربنا قادر على كل شيء، زي ما خلاني ان انا انزل جري قادر برضو ان هو يطلعهم بمساعده الله طبعا. أماني محمد، حكاية بطلة أنقذت 6 أشخاص من شبح الموت. أماني كانت راكبة توك توك، وفي طريقها شافت تجمع من أهالي المنطقة جنب ترعة البلد، وفضولها خلاها تنزل تشوف فيه إيه والناس دي متجمعين هنا ليه. ودي كانت بداية البطولة لأماني محمد. أماني وهي بتتكلم مع واحد من اللي واقفين شافت عربية غرقانة في المية، وفيها 6 أشخاص بيصارعوا الموت، وخلاص فقدوا الأمل إن حد ينقذهم. ورغم وجود كل الناس دي محدش فيهم قدر ينط في المية ويحاول يساعدهم. أماني كانت مستغربة من رد فعل الناس، وهم شايفين 6 أشخاص بيموتوا قدامهم وواقفين يتفرجوا عليهم. وبعدها راحت جابت حتة حديدة وكسرت بيها إزاز العربية، والكل كان واقف بيتفرج عليها ومستغرب من شجاعتها وقوتها، لأنها قدرت تعمل اللي محدش عمله. قدرت أماني تكسر إزاز العربية وخرجتهم واحد ورا التاني، ونجحت في مهمتها وخرجت ال6 أشخاص من العربية. وما اكتفتش بكده، دي كمان بدأت تعمل لهم الإسعافات الأولية، وعملت لهم عملية إنعاش قلبي وسط نظرات إعجاب وانبهار من كل اللي حواليها. وبعد اللي عملته ده بقت بطلة الشرقية اللي أنقذت 6 أشخاص بعد ما كان الموت بيحاصرهم من كل اتجاه. وبعدها وصلوا أهالي الضحايا وشكروا أماني على قوتها وشجاعتها، وعرضوا عليها إنهم يكافئوها ماديا، لكنها رفضت وقالت أنا اللي عملته كان واجب عليا، ما ينفعش أشوف حد بيموت وما ساعدوش، والحاجات دي ما بيتاخدش عليها فلوس. وقالت كمان إنها متضايقة وزعلانة من كل الناس اللي قعدت تتكلم عليها، وقالوا إزاي ست تنزل المية وسط كل الناس دي. لكن أماني بتقول أنا لو اتحطيت في نفس الموقف عمري ما هتردد إن أعمل كده تاني. أنا بحمد ربنا إنه خلاني سبب في إنقاذهم. ده كان بحر، ما كانتش ترعه صغيره. الناس ما نزلتش كل معاكي؟ واحد، لا ما فيش حد نزل، كل واحد خاف على عمره. انا سمعت كلمه دوامه وانا في البحر، حد بيقول لي ارجعي اصل في دوامه. حسيتي بايه بقى؟ انا قلت خلاص انا ميته، مخفتيش؟ انا قلت خلاص انا ميته، بس هنقذهم وبعد كده خلاص. ده احساسي وانا في قلب الميه. بس طبعا ربنا قادر على كل شيء، زي ما خلاني ان انا انزل جري قادر برضو ان هو يطلعهم بمساعده الله طبعا. طبعا العوم والكلام ده طبعا في حد بفضل على الشط ربنا. بياخدهم منك؟ في بعض الاشخاص في بعض الاشخاص بس وهم على الشط. رسالة بقى لأي حد يتعرض للموقف ده أو يشوف الموقف ده قدام عينه. اي حد يشوف حاجه زي دي ما يقفش، ما يقعدش يفكر ان انا انزل ولا لا، ما يقعدش يقول لا ده انا ممكن اموت. طبعا يعني بشكر جدا جدا اللي واقفين معايا والتعليقات بتاعتهم جميله جدا. الايجابيات حلوه قوي منهم، اما بالنسبه للسلبيات ليه انت ولا تعرفني ولا انا اعرفك؟